الذهب حديث المدينة في مصر. الذهب تخطى مستويات 1867 دولار في مصر، عيار 24 تخطى ال 2000. في برنامج الفوركس معانا بشير النهارده هنبدأ نقول السعر الحقيقي للذهب حسب البورصة العالمية. لو جينا شفنا البورصة العالمية بتقول لك ايه؟ الذهب دلوقتي كام؟ 1867 دولار. ده السعر ايه؟ ده سعر الأونصة عالميا. الأونصة قلنا 31 جرام و10 عيار 24. الاسبوع دوت الذهب تحسن تمام، الذهب تحسن يمكن من 6 شهور. بدايه الذهب بدا من 1616، ده كان في شهر 3. تاريخ تحسن الذهب كان يوم 3/11 بالظبط. الاسبوع دوت يمكن الذهب وصل لمستويات 1869 دولار. الرقم ده من 6 شهور ما جالهوش تقريبا يعني. اقل سعر وصل الذهب كام؟ 1823 دولار. السعر الحالي للذهب 1867 دولار. تقريبا الذهب تحرك في 46 دولار. نيجي بقى لمصر. مصر سعر الجرام تعدى ال 2000، ولكن احنا لما نيجي نتكلم في السعر الحقيقي للذهب في مصر في البرنامج عندنا بنقول حسب البورصه العالميه. لو جينا جبنا النهارده كام؟ 1867 دولار لسعر الأونصة على 31 جرام و10، هيديك تقريبا سعر الجرام عيار 24 في مصر حوالي 60 دولار. اضرب الرقم ده في سعر البنك كام؟ تقريبا هنقوله 27 جنيه. هيوصل حوالي سعر الجرام عيار 24 في مصر حوالي 1624 أو 34 أو 1650 جنيه تقريبا. يعني في حوالي فرق حوالي من 450 ل 500 جنيه، ده حسب السعر العالمي. ده نتيجة إيه برضو؟ بنقول العيد مرة تاني مرة إن ده نتيجة بعض الناس بيعلوا في سعر الدولار مع ارتفاع سعر الدولار الفترة اللي فاتت. ولكن المفاجأة إن سعر الأونصة زي ما احنا قلنا 1867، يعني تقريبا هيخش حوالي 1650 جنيه. هو سعر الجرام عيار 24 في مصر حوالي 1650 جنيه، ده حسب البورصة العالمية. توقعاتنا ايه بقى الاسبوع دوت؟ لازم نشوف الذهب. الذهب دلوقتي قلنا حديث المدينة زي ما قلنا في اول البرنامج. ليه؟ لان كل الناس بتتكلم عن الذهب. هل الذهب هيستمر في الصعود؟ هنشوف النهارده في التحليل بتاعنا. طول ما الذهب تحت 1880 هو لسه منخفض. تاني، طول ما الذهب تحت 1880 لسه الذهب في مرحلة انخفاض. ليه في مرحلة انخفاض؟ لأن احنا عندنا رقم من شهر 3 اللي فات اللي هو كام؟ 2070 دولار أو 2074 دولار. الرقم ده الذهب لم يتخطاه. تخيل أنت في شهر 3 اللي فات كان الذهب عند 2070 ونزل ل 1616، دلوقتي عند كام؟ الذهب حاليا 1867، ولكن لسه الذهب في منطقة اللي احنا نقول لسه منطقة منخفضة. لما نقول الذهب بدأ يرتفع يبدأ يعود لارتفاعاته لما يكسر الرقم اللي فوق دوت ولسه ما وصلوش لحد الآن. ليه؟ إن في بعض الناس اشترت على الأسعار القديمة. يعني طبعا احنا بسعر مصر زي ما قلنا سعر الدولار بس هو اللي ارتفع، لكن في بعض الدول سعر الدولار بتاعها ثابت، فإذا الذهب بالنسبة لها بينزل تاني. في بعض الدول الدولار عندها ثابت، فسعر أونصة الذهب قلت طبعا قلت. تمام؟ يبقى احنا توقعاتنا الأسبوع دوت الذهب طول ما هو تحت 1000، يعني اقوى ارتفاع وتحسن الذهب تاني 1880 دولار. طول ما لو الذهب طلع الاسبوع ده فوق 1880 ممكن يبقى في تحسن من الذهب، ممكن يوصل مستويات 1890 و1900 دولار. والرقم ده مهم جدا، 1900 رقم مهم جدا. نيجي بقى نقول بقى لو الذهب ابدا يعيد انخفاضه تاني عند 1850 دولار. لو الذهب بدا ينزل تحت 1850 هنتوقع انخفاض الذهب الى 1840 و1830 دولار. ده بالنسبه لتحليل الذهب. احنا قلنا التحليل المختصر للذهب بالنسبه لمصر وصل الأونصة الجرام عيار 24 فوق ال 2000، ولكن المفروض السعر الطبيعي حسب البورصه العالميه حوالي 1650 جنيه. يمكن الاسبوع اللي فات يمكن يوم الجمعه عامه كان في الوظائف الغير الزراعيه. الخبر ده كان مهم جدا بالنسبه لنا، يمكن ده كان اول خبر في الوظائف الزراعيه في امريكا. ادى الى ايه؟ لازم نعرف ادى ايه على الذهب، لازم الناس تعرف الكلام ده. مع قوه الخبر الذهب كان عند 1800 وصل يمكن 34 و35، بدا يوصل للرقم دوت. يمكن ارتفع بشكل جامد جدا وصل لمستويات 1869. بدا يرتفع بشكل قوي جدا اثناء الخبر. كان الخبر ده كان 3.5 بالقاهره، توقيت القاهره، ولكن ارتفع. يمكن الوظائف الزراعيه بدات تسرع الموضوع دوت. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنبدأ نشوف مداخلتنا النهارده هنتكلم على شركات المساهمة مع الدكتور أيمن الشيخ.